بداية الفيلم معانا برودي بيوصل المطار متأخر ويكلم بنته فيديو كول واسمها بني، يقول لها الدنيا عندك تمام؟ قالت له ايوه تمام. تفكروا ان اليوم ده يوم رأس السنة. قال لها ما تخافيش انا هكون عندك قبل الميعاد، وتقول له ان عمته هتكون معاها في البيت وبيطمن لها ان هو مش هيتأخر ولازم يجي بسرعة عشان يحتفلوا مع بعض بعيد رأس السنة. بيدخل الكابينة بتاعة الطيارة وبيتعرف على المساعد بتاعه اسمه سامويل. المساعد اللي معاه بيكون دمه خفيف وفرفوش جدا، بيقول له سنة جديدة سعيدة علينا كلنا. فبيقول له اهو انت. برودي سأله قال له انت منين؟ فقال له انا من هونج كونج، انه اتدرب في الطيران المدني التابع لهونج كونج. سامويل بيرد عليه وقال له انت منين بقى يا عمنا وانت انجليزي؟ فقال له لا انا من اسكتلندا بس انضميت للسلاح الجوي الانجليزي واشتغلت هنا. برودي قال لهم ان الجو وحش النهارده وفي مطبات هوائيه رخمه جدا، الطياره مش هتقدر تمشي في الجو ده. يكون ده اول خبر. والخبر التاني ان عدد الركاب 14 نفر. برودي بيتاكد من كلام سامويل وطلع فعلا عنده حق. بيفكر يعمل ايه وبيدخل عليه ضابط طيار بيقول له اجهز للاقلاع. برودي بيقول له ان في مطبات هوائيه جامده جدا ومش هنعرف نمشي فيها. كان الضابط بيصمم دماغه وبرودي بيوافق غصب عنه. تدخل عليه بوني ودي بتكون مضيفه الطيران، تتعرف على برودي وكمان سامويل. بتكلم برودي بتقول له ان في ضابط عاوزك بره. بيروح يقابله والراجل بيقول له ان هو معاه مجرم خطير جدا عاوزين يسلموه للشرطه في تورينو. المجرم ده مكمل معانا الفيلم، عاوزكم تركزوا شويه. برودي بيكون رافض الفكره دي لانه مش عاوز يخوف الراجل. الراجل قال له انا مش جاي هنا عشان انت ترفض او تقبل. يديله ورقه بيكون عليها اسم مسؤول كبير. رودي بيضطر ان هو يقبل لكن بيقعده في اخر الطياره. رودي بيفضل يدردش مع سامويل وبوني على المجرم اللي معاهم. رودي بيتكلم شويه مع سامويل يقول له ان مراته متوفيه وقاعد مع بنته في المانيا، يجي هنا بس لما يكون في رحله وهو اصلا قاعد على طول في المانيا. نعرف ان حياه برودي بتخليه وحيد وقدر يتعايش مع الوضع ده. وسامويل جه عشان يهون عليه، بيطلع للركاب وبيقعد كل واحد مكانه. قال لهم ان الطياره هتطلع دلوقتي وفعلا الرحله بتبدا. كانت في الاول الرحله تمام ولكن العاصفه بتبدا. بدا يكلم الركاب ويقول لهم اربطوا الاحزمه ومحدش يتحرك من مكانه مهما حصل، وبيخبى عليهم اللي حس بيه. لما العاصفه بتزيد لدرجه انها بتهز في الطياره يبداوا الركاب بيخافوا وبيطلع لهم برودي. كان بيحاول يطمنهم لكن كل ما يطمنهم العاصفه بتزيد، واثناء ما هو بيتكلم معاهم بيتخبط في دماغه وبيكوم لحد ما وصل للكابينه. فعلا بيوصل وبيكلم سامويل بيقول له هو ايه الجديد؟ قال له ان نظام الملاحه اتعطل وطاقه الطياره اتعطلت، كمان الوقود بيقل بدرجه رهيبه. برودي بيضطر يقول لسامويل انتوا رايحين في داهيه. برودي ما كانش عاوز يقول للركاب لكن بيضطر ان هو يقول لهم كله يربط الاحزمه ومحدش يتحرك من مكانه. بنفس الوقت سامويل بيشوف مكان ينزل فيه بالطياره، بيحاول يكلم كل الوحدات الموجوده في المطار لكن للاسف مفيش اي رد. بيضطر برودي ينزل بالطياره في البحر، والوقت اللي قدامه 10 دقايق والطياره تقف عن الحركه. مفيش قدامه غير البحر ينزل فيه، وبيشوف جزيره من بعيد وقدر برودي ينزل فيها والركاب مش مصدقين اللي حصل. بدأ برودي ينزل كل الركاب من الطياره ويتجمع مع فريقه عشان يشوف ايه الحل. بوني بتقول له ان الضابط والمجرم اللي معاه لما كانت الطياره بتقع كان لويس المجرم بيطلب من الضابط ان هو يفكه عشان يقدر يعوم. كان الضابط رفض وكان بيحاول يكلم اي حد. التليفون وقع منه وكان بيجيبه اتخبط في راسه ومات. المجرم لويس كان بيحاول يجيب المفتاح عشان يفك نفسه لكن بوني لحقته واديته لبرودي. نروح للمطار وهم قاعدين بيتشاوروا وبيدخل عليهم سكار رئيس الشركه بيدور على اي حل للمشكله دي. برودي بياخد سامويل معاه عشان يصلح اي حاجه عطلانه عشان يطلعوا من الورطه اللي هم فيها، لكن للاسف كل حاجه بايظه. وبيروح برودي للظابط اللي مات وبياخد منه المسدس عشان لو في اي حاجه قابلته في الجزيره. بعدها نروح لبرودي وهو بيتكلم مع المجرم لويس وكان بيطلب منه ان هو فوق، كان بيرفض. وبرودي بيعرف مكانهم على الخريطه لكن انهي جزيره هو مش عارف. سامويل رد عليه وقال له احنا في جنوب الفلبين، الجزر اللي حواليهم دي فيها اخطر مجرمين في العالم، لو احنا وقعنا في اي جزيره من دول يبقى صباح الفل علينا. برودي قال له الكلام دوت بيني وبينك. برودي كان بيتكلم سامويل ان في حد صور المجرم لويس وهو مش واخد باله. لويس بيقوم عليهم وبيضربه وبيرجع مكانه تاني اكنه ما عملش حاجه. ونرجع لبنت برودي لما عرفت ان الطياره اختفت وبتعرف كل حاجه، تكون متوتره جدا لانها خايفه على ابوها. يروح لبرودي كان بيطمن الركاب ان هو شاف مباني من بعيد عاوز يروح هناك عشان يجيب اي مساعده، وكان في كام راكب كده عايز يتطوع لكن برودي اختار لويس
هي ما كانتش ثقة فيه لكن كان عاوز يخلص منه. دي كانت خطته. وفي واحد من العصابة شاف الطيارة يطلع على الرئيس بتاعهم وبيكون اسمه داتو وقال له على كل حاجة. في طيارة معانا على الجزيرة. وداتو سأله قال له هي طيارة عسكرية؟ رد عليه المجرم ده وقال له لا هي طيارة ركاب عادية. بيلم العصابة عشان ياخدوا الركاب رهيب. لا لويس انه يعرفها عن نفسه وقال له ان هو جندي سابق في مظلات. وفجأة كده بيختفي من جنب برودي وبرودي بيفرح ان هو اتخلص منه. برودي بيكمل طريقه لوحده وفجأة بيلاقي بيت بيدخل فيه عشان يدور على اي مساعدة. بيلاقي تليفون قديم وبيحاول يتواصل مع المطار ويقول لها على المكان اللي هم فيه ولكن هي مش مصدقاه لان كان بيجي لها بلاغات كتير بنفس الازمة وهو اكد لها ان هو الطيار. تطلب منه رقم البطاقة وهو مش فاكرها وللاسف بتقفل معاه السكة. برودي بيقدر يتواصل مع بنته وهي بتكون متوترة جدا ولكن هو بيعرف ازاي يطمنها. صف لها احداثيات المكان عشان تروح تبعتها للمطار ويبعتوا له مساعده. فجأة بيدخل واحد من افراد العصابه بيضربه لكن بيقدر برودي يتغلب عليه. بعد ما خلص منه دخل عليه لويس وبيديله ميه. برودي استغرب من كميه السلاح اللي معاه وسأله انت جايبهم منين؟ قال له انا جايبهم من هنا لان اول ما نزلت لقيت عصابه وخلصت عليها وده اخر واحد انت خلصت عليه. بعدين اداله سلاح وقال له خليه معاك لان في عصابه كتير ولازم ندافع عن نفسنا. برودي وبيستكشف المكان بيلاقي كاميرا وبيفتحها وبيعرف ان العصابه كانت بتاخد رهاين عشان يطلبوا فديه من السفاره. لما كانش بيدفع كانوا بيخلصوا عليه بطريقه وحشه قوي. وبرودي بيعرف ان الركاب في خطر وبيقول ان دي فرصه ذهبيه للعصابه. بيرجع بسرعه ليهم لكن العصابه بتسبقه على هناك. داتو كان بيقرب على سامويل وكان عاوز يتعامل معاه ودخل عليه وقال له مين المسؤول هنا يا ابني انت؟ قال له انا المسؤول. في واحد مجرم ساله على الورقه اللي فيها الاسامي بتاعت الركاب وعلى طول اداها له وساله على الطيار برودي ورفع عليه السلاح. لكن سامويل كان واكل سد الحنك وكان في واحده من الركاب متوتره جدا وحاولت ان هي تهرب لكن في واحد منهم شافها وضربها بالنار. جوزها بيعيط عليها جدا ولما بيروح لها بيجي داتو يخلص عليه. كل ده حصل قدام عيون برودي ولويس لكن مش عارفين يعملوا حاجه بسبب ان العصابه عددهم كبير قوي. داتو بيأمر اتنين انهم يفتشوا الطياره وياخدوا اي حاجه ليها لازمه ويطلع عليهم برودي ولويس وبيموتوا واحد والتاني بيقبضوا عليه عشان كانوا عاوزين يعرفوا مكان الرهائن. يخاف يدلهم على مكانهم عشان خايف من داتو يقتله. برودي قال له خلاص بقى انا هخلص عليك. فقال له لا انا هقول لك على مكان رئيس العصابه. يرجع برودي للطياره عشان يكتب رساله للي حصل. يسيب الرساله في مكان الطياره عشان يبلغوا المطار. نرجع للمطار بعد ما حددوا مكان الطياره بعد ما عرفوا الاحداثيات من بنته. بداوا يجهزوا فريق البحث والانقاذ. القائد بتاعهم اسمه شيلباك وبيوصل شيلباك لمكان الطياره بعد وقت طويل جدا. بيوصل لمكان الرساله اللي كتبها برودي وبيأمر انهم يتحركوا لمكان الاحداثيات. برودي ولويس بيوصل لمكان اللي فيه العصابه. اتفقوا ان هم يموتوهم من غير ما يضربوا نار عشان عددهم كبير جدا. واحد من افراد العصابه كان حاسس بيهم لكن هم قدروا يخلصوا عليه بسهوله. برودي بيقدر ياخد اتوبيس العصابه وبيعرف مكان الرهائن ويقدر يركب الرهائن الاتوبيس عشان يهربوا. لكن بتقابله مشكله ان في اتنين قدامه على البوابه. بيضطر برودي ان هو يسلم نفسه ليهم عشان لويس ياخد الاتوبيس ويمشي بالرهائن وفعلا ده اللي حصل. ولما راح لهم طلعوا له وقال لهم انا مش هتكلم غير لما الرئيس بتاعكم يطلع. فعلا داتو طلع له وبرودي قال له انت راجل الا لكن داتو بيقرر يخلص عليه. في الوقت المناسب فرقه الانقاذ دخلت ورموا على بعض رصاص وقدر لويس ينضم مع برودي ويهربوا منه ويرجعوا للطياره تاني. وبرودي عرف ان سامويل صلح بطاريه الطياره. برودي بيقرر ان هو يطلع بالطياره على كده لكن الركاب بيقولوا له انت مجنون يا عم هنروح فين؟ قال لهم يا اما نقعد هنا ونموت من العصابه يا اما نطير في الجو. في الاخر بيوافقوا ان هم يطيروا معاه لكن برودي بيعرف ان الفرقه اللي جت دي مش فرقه عسكريه دي فرقه انقاذ عاديه لان في فرق من الاثنين. فرقه الانقاذ العسكريه بتوديهم لحد بلدهم اما الفرقه العاديه بتكون مختصه بس للحضور. شيلباك بيقول له انت قدامك 24 ساعه بس. وداتو بيكون متغاظ جدا لان اخوه مات وبيقرر يخلص على كله وراح لهم الطياره. فضلوا يتخانقوا مع بعض وبرودي بيتصاب في رجله اصابه خطيره وبيعافر مع نفسه وراح للطياره عشان يطير بالركاب لكن لويس بيرفض يروح معاه لان هيتقبض عليه وهيفضل طول عمره هربان وخاصه لما لقى شنطه فلوس. شيلباك بيركب الطياره مع فريقه ولويس بيحاول يشتت العصابه لحد ما اطمن ان الطياره طارت وخلاص بقى في امان. عرف يهرب منهم وبرودي كان عارف ان الطياره مش هتقعد كتير في الجو. بيكلم المطار عشان يقولوا له على اقرب مكان يهبط فيه بالطياره وفعلا قالوا له على مكان قريب يهبط فيه وفعلا نزل بالطياره
بشكل معجزة، والركاب كلهم في حالة ذهول عشان مش مصدقين اللي حصل. كده تكون معجزة إلهية من عند ربنا، وبرودي بيرجع لمراته وعياله في ألمانيا. ونيجي لآخر الفيلم، ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سلام.